بسم الله الرحمن الرحيم. الماتش هيبدأ، نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. اهم حاجة في المقام الاول ان احنا ما نستقبلش هدف، لان لا قدر الله لو ده حصل فاحنا عارفين الفرق بتاعت شمال افريقيا، تونس، المغرب، الجزائر، لما بتكون النتائج المباريات في صالحهم بيلعبوا على حتة ان هم يخرجوك بره المباراة وعلى تضييع الوقت. فبإذن الله مش عايزين نديهم فرصة للحتة دي، ونبدا احنا ان شاء الله بالتسجيل عشان نتخلص من التكتل الدفاعي اللي بيتميز به فريق الترجي في النسخه الحاليه، لان دفاعه قوي جدا. ان شاء الله باذن الله نحتفل في نهايه المباراه بتتويج النادي الاهلي ببطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله خير. خلص الشوط الاول وكان للاهلي ما اراد، ربنا كرمنا الحمد لله واحرزنا هدف مبكر. بعد الهدف بدا الاهلي يرجع لورا شويه، ممكن عشان خاطر يحافظ على الهدف، خوفا برضو من استقبالنا الهدف. لاحت لينا بعض الفرص، وخصوصا فرصة حسين الشحات اللي كانت من انفراد، كان ممكن نجيب الجون التاني ونريح نفسنا اكتر. فريق الترجي اي نعم ما كانش ليه فرص خطيرة، بس عامة فريق الترجي في البطولة دي ما بيعتمدش على الهجوم المنظم، بيعتمد اكتر على الاحراز من الكور الثابتة، والكور الثابتة دي ملهاش امان. يعني ممكن لا قدر الله اي كرة ثابتة في اي وقت في المباراة يجي منها هدف. فاتمنى ان الاهلي الشوط الثاني يتخلى بعض الشيء عن حته الحذر الدفاعي دي، ونحاول نغطي الهدف، لان فريق الترجي طول ما النتيجه 1-0 كده هو بالنسبه له كان النتيجه 0-0، فحاطط في اعتباره ان هو ممكن يخطف هدف لا قدر الله في اي وقت. فاحنا مش عايزين نعتمد على الهدف ده، لازم نحاول بقدر الامكان. احنا لما بنضغط من قدام الدفاع بتاع الترجي بيغلط، لازم في بدايه الشوط الثاني على الاقل يبقى في ضغط شويه من قدام، وبلاش الحذر الزياده، على الاقل نجيب جون نغطي الهدف اللي احنا احرزناه. وبعد كده ان شاء الله باذن الله ممكن نامن ونلعب على الهجمات المرتده، بان احنا نزود بقى ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان كولر يتخلى شويه عن حته التحفظ الدفاعي في الشوط الثاني.